بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. حقق تخفيف عقوبة الأهلي بعد الانسحاب أمام الزمالك، ولماذا يحتج بيراميدز؟ في مفاجأة من العيار الثقيل، قررت رابطة الأندية المصرية تلغي عقوبة خصم 3 نقاط من الأهلي بعد انسحابه قدام الزمالك. لكن هذا القرار ده عدل ولا الأهلي فوق اللوائح؟ تفاصيل قرار الرابطة: الأهلي كان المفروض يتخصم منه 3 نقاط آخر الموسم بعد انسحابه، لكن في الآخر خسر الماتش 3-0 من غير خصم أي نقاط. القرار ده عمل جدل كبير خصوصا عند الزمالك وبيراميدز، اللي شايفين إن اللوائح بتطبق بالمزاج. أمثلة على أندية انسحبت واتعاقبت: الزمالك في 2020 انسحب قدام الأهلي وخسر 2-0 واتخصمت منه 3 نقط. المصري في 2012 توقف نشاطه موسمين بعد أحداث بورسعيد. الزمالك في 2015 هدد بالانسحاب بعد خسارته من طلائع الجيش بسبب التحكيم. الزمالك في 2016 هدد بالانسحاب بسبب أخطاء تحكيمية. موقف بيراميدز والجدل المثار: بيراميدز شايف إن القرار غير عادل، لأن الزمالك قبل كده تعاقب في مواقف مشابهة. النادي نزل بيان رسمي بيشتكي فيه من ازدواجية المعايير في تطبيق اللوائح. بيراميدز بيفكر في التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية عشان يحافظ على حقوقه. هل الأهلي فوق اللوائح؟ الأهلي دايما في المواقف دي بيكون عنده مخرج. نفس الموقف حصل مع الزمالك قبل كده واتخصمت منه ال3 نقاط، إنما الأهلي طلع منها بأقل خسائر ممكنة. ناس كتير شايفة إن القرار ده مجاملة واضحة للأهلي، خصوصا إن القانون كان واضح وأي فريق بينسحب بيتخصم منه النقط. لكن المرة دي الرابطة قررت تغير القانون لصالح الأهلي. تأثير القرار على الدوري: بيراميدز متصدر الدوري بفارق بسيط عن الأهلي، وخصم 3 نقاط كان هيخلي المنافسة أقوى. إلغاء الخصم ممكن يخلي الأهلي يرجع يتصدر بسهولة. إيه رأيكم يا جماعة في اللي حصل ده؟ الأهلي فعلا فوق القانون ولا القرار منطقي؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد.